بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يوم جديد، ويلا نشوف بينا هنعمل ايه النهارده في الفيديو بتاعي. حابه كده ابدا بقى الفيديو بتاعي بشويه مشتريات كده كنت جايباهم من السوق، بس ما اقولكوش بقى الاسعار نار 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 نار. ربنا يرحمنا كده ايه ويرفع من عنده. الطماطم يا بنات الصغيره ديت هي جامده صراحه، وكانت حلوه وطعمها سكر. كانت الست بتقول ب6 جنيه، من هنا لهنا ايه خدناهم ب4. والموز طبعا كان ال2 كيلو ب25، ومقولكوش بقى على البتنجان كان ب5 جنيه. والاسعار ما شاء الله يعني. والبطاطس كانت ب6 جنيه، وعلبة الجبنة الصغيرة الحلوة الربع كيلو ديت بقت ب15 جنيه. وكرتونة البيض ربنا يعيننا يعني كانت ب85 جنيه. يعني شوية مشتريات عدوا فوق ال200 جنيه، غير بقى كمان جبت أكلة سمك ما شاء الله الكيلو ب50 جنيه وب60 جنيه. المهم ربنا يعيننا كده يعني يا رب، ويقوينا كلنا ويرزقنا من عنده. دخلت بقى المطبخ، قلت ايه اروق المطبخ كده شويه قبل ما اعمل الغدا بتاعي. كنت بصراحه مستعجله ومتاخره كمان على الاكل، فبقيت اعمل حاجه بسرعه بسرعه زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا بصراحه الفيديو يعني، بس بقول لكم الحقيقه كنت يعني عماله كده اجري. وكنت بقى طبعا ايه الفول بقى زي ما انتم شفتوا كده في الاول، كنت بله فول عشان اعمله بقى ادمس. كان عندي خلاص ما بقاش عندي فول مدمس، فقلت ايه ادمس. طبعا يا بنات فالواحد يعني احنا بنقول اي حاجه تقدر توفر معانا شويه نعملها. لما تشتري كيس فول بس كده للفطار هو يعمل لك طبق صغير، وما شاء الله لو انت يعني مش هيقضيكي، هيعدي ال4 جنيه وال5 جنيه. فانا قلت لا اعمل بقى ايه يعني. جبت اصلا كيس فول ب5 جنيه، وكان الراجل معدي والله العظيم هو طبق. خلصت بقى المواعين وقلت ايه اخش على الغسيل. كان عندي دورة غسيل كده حلوة، فقلت ايه ابدا غسيل. فعملت ايه اول حاجة، كنت عندي بقى الفوط والابيض وحاجات من دي، فحطيتها في الاول. فعملت صراحة يا بنات كانوا حاجة بسيطة يعني، فايه استخسرت اعملهم دورة لوحدهم. فعملتها غسيل وعملتها دورين كده 3، وبعدين ابدا اكمل بقية الغسيل كله مع بعض. خش بقى جري جري على الاكل بتاعنا النهارده، والاكله السريعه او الاكله المنقذه. صراحه والله العظيم كنت متاخره جدا، وما بداتش الا بعد العصر كمان في الغدا. بعد العصر ده يومها عملت اصلا في المغرب جدا، كنتش لسه عملت اكل اصلا. المهم دخلت على الاكل بقى، وكان عندي شويه سجق في الفريزر. كان عندي حوالي 10 صوابع سجق كده ولا حاجه، يعني نص كيلو. وكان عندي حته لحمه مفرومه، قمت مطلعه كله كله، وقلت اعمل حاجه سريعه كده وكمان تبقى حلوه وبناتي بيحبوها. يا رب هعمل ايه بقى؟ اللي هيعرف ان اعمل ايه في الفيديو او يخمن كده يقول لي في الفيديو دلوقتي انا هعمل ايه النهارده. السجق طبعا عملته شوحته الاول كده او قطعته حتت صغيره، وسبت صابعين لان عندي بنت ما بتحبش البصل، فبدل ما اقعد انقلها بقى الحتت لا اسيب لها صابعين كده اعملهم. عملت بقى بصلايه وقرن فلفل وكمان طماطمايه، والبهارات بتاعتي فلفل وكمون وكزبره ناشفه، وكمان لو عندك شويه بهارات لحمه حطيهم. لو مش عايزه تحطي بهارات خالص، هو السجق اصلا بيبقى متبهر، فيعني اللي انت عايزاه. فعجنت بقى حته العجينه يا بنات طبعا. وعصقت اللحمه التعصيجه العاديه خالص، ودخلت قمت عجنه حته عجينه. انا صراحه عملت ايه يعني، كان عندي مثلا 2 كيلو مثلا دقيق كده، عملت قولي مثلا نصهم عملتها بخميره، عجنتها بخميره دقيق وميه وسكر وخميره، وكمان شويه زيت زيتون كده، وقمت عاملاهم. قلت هعمل صينيتين بيتزا البنات كانوا طالبينهم، وكمان هعمل فطيرة باللحمة وفطيرة بالسجق او فطيرة باللحمة. يومها كمان حتى يومها ما عملتش بالسجق، قلت ايه كفايه عليهم الفطيرة باللحمة، عملت فطيرتين 2 كانوا طعمها حلو جدا. عملت بقى الفطيرة عجينة الفطيرة العادية خالص، دقيق وملح وشوية سكر، خلاص وعجنتهم وقطعتها كده زي ما انتم شايفين ورصتها في الصينيه. وقلت بقى ايه اسيبهم يريحوا حوالي كده، ما يريحوا يعني دوبك ربع ساعه نص ساعه بكتير. سبتهم رايح عشان يفرزوا معايا بسرعه. وكان عندي شويه وش قشطه كده من اللبن، كنت غاليه حاطاه في التلاجة، وعمل الوش بتاعه فشيلته. دايما انا بعمل السمنه وبعمل الفطير بالوش القشطه بتاع اللبن اللي بغليه. وبدات بقى اعمل ايه حوالي مثلا 3 فطار صغيرين كده في الصينيه من تحت، وحطيت عليهم نزلت عليهم باللحمه متعصجه. عايز تعملي بالسجق برضو هيبقى نفس الطريقه، بعد ما السجق يستوي عندك وتبداي تعملي برضو كده طبقه كده من الفطير في الصينيه، وتحطي برضو طبق السجق، وترجعي تحطي 3 4 فطاير صغيرين كده على وش السجق. اللحمه المفرومه عملتها وعملت صينيتين منها، وما شاء الله قضى عندي الاكل ده بسم الله ما شاء الله قضى يومين 2. يعني فحاولي ايه تدبري كده يعني شويه دقيق من بيتك هتقدري تعملي اكله واتنين وتلاته. فيعني ما شاء الله انا عملت وليمه، هوريكم اللي انا عملته بسم الله ما شاء الله يعني.
وطبعا بقى لان دي كميه، وعملت كمان يقضي يومين 2، فقلت يعني ايه مشغوله، كنت مش كنت رايحه مشوار كده، فمش فاكره صراحه كنت رايحه فين بالظبط. فقلت عشان تاني يوم يقضي عندي اكل، يبقى عندي اكل مهما اتاخر او كده، فيبقى عندي اكل في البيت، مبقاش حامله هم ان انا بقى اجي مثلا من بره اعمل اكل لسه وكده. وكده كده البنات عندي بيحبوا الاكل ده، فكمان فعادي، فمش هيقولوا لا يعني على الاكل لما يتبقى تاني يوم. عملت بقى الفطير عادي خالص، عملت بيها كده، عملت 2 تقريبا او 3 فطاير صغيره كده. قلت يعني ايه حتى اللي عايز مثلا يفطر بيها تاني يوم مع شويه حته جبنه او شويه عسل، تبقى حلوه قوي، كمان بتقضي معاكي وكمان بتوفر معاكي كتير. زي ما انتوا بقى شايفين كده بدات اريق اهوت، وكمان بدهن ايديا سمنه، وكمان حاجه بسيطه يعني مش تسمني قوي تجزع منه لا. هبدا بقى اعمل ايه كام فطيره، مثلا عملتها حوالي 5 قطع من العجين كده صغيرين او 6 على حسب ما انت عايزه كبر العجينه بتاعتك او الفطيره بتاعتك. انا عملتهم كنت عاملاهم فطاير صغيره، فكنت عملت حوالي 5 أو 6 كمان. كل طبقه تفرديها وتحط عليها طبقه سمنه او قشطه من اللي عندك، بتبقى طعمها حلو قوي مسكره كمان. وكمان تحطي واحده في واحده كده وتقفلي زي ما انتم شايفين. انا عملت الفطيره طبعا بالتفصيل معاكم قبل كده. هتخلصيها بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله، الحجم اللي انت عايزاه كبري الصغار براحتك خالص، وهنحطهم في الصواني لغايه ما يريحهم. كان بقى في الوقت ده كانت العجينه بتاعتي بتاع البيتزا بتاعتي خمرت خلاص ما شاء الله، هي زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ايه اقلبها ببعضها كده، وابدا اقطعها قطع. وزي ما انتم عارفين انا بحطها في الصينيه على طول، ما بفردهاش بره ولا بحطها في الصينيه، بفرد في الصينيه على طول، يعني برضو انجاز في ايه في الوقت. والصلصه بتاعتي انا كنت جايباها حتى ما عملتش طماطم ولا اي حاجه، زي ما كنت بعملها على طول معاكم. كان عندي شويه صلصه، وجبت كيسين كمان صلصه مع كيسين كاتشب، وحطيت عليهم شويه بصل بودره وثوم بودره وملح وكزبره ناشفه، وكمان شويه زعتر حلوين كده، بيخلي طعمها جميل جدا وتبقى صلصه بيتزا. وعايز تحط عليها نقطه زيت حطي، انا ما حطيتش والله، ما فاكره حطيت او لا حطيت شويه زيت صغيرين، تدي الصلصه بتاعتي او الطماطم بتاعتي لمعه كده شويه. عايز تحطي شويه صويا صوص، بتبقى طعمها تحفه، وبتدي كمان لون حلو قوي كمان للبيتزا، كمان بتخلي لونها جميل قوي. فبدات افرد بقى البيتزا عندي او العجينه عندي في الصواني هي زي ما انتم شايفين، وهوزع الصلصه بتاعتي عليهم. يعني ما مستعجله بقى، فصراحه ما عملتش طماطم ولا اي حاجه، لسه هقعد بقى اضربها في الخلاط وكاني وماني. لا قلت جبت كيسين صلصه مع كيسين كاتشب، بيبقى طعمها حلو كده، وكان طعمها تحفه. وبدات بقى ايه اوزع زي ما انتم شايفين. هخلص بقى كل الكميه ديت، وطبعا الفطير سايباه بعد ما خلصت كله سبته يريح، اخبزه بقى براحتي. فحطيت كله صراحه يعني كله نجس في ايه في وقت واحد. بقيت اطلع احط صينيتين، ومن الوصفه اطلعهم واحط ايه غيرهم. هعمل بقى يا بنات واحده بالسجق، واحده كمان باللحمه المفرومه، وكمان واحده بالتونه. طالما هعمل بيتزا يبقى لازم احط او اعمل صينيه كده صغيره بالتونه. وده السجق اهوت يا بنات ما شاء الله طعمه جميل، وكان ريحته تحفه، وكمان طعمها حلو قوي. قطعت بقى طماطم، وعندي زيتون مخلش والله كمان برضو ما اشتريتوش، انا كان عندي شويه في الفريزر تركناهم كده فطلعتهم وعملتهم. حتى جبنه برضو كانت عندي في الفريزر، فالحمد لله يا رب. هو اي نعم اخر الشهر، بس الحمد لله طالما انت بتدبري وتوفري معاكي، ومثلا لما تجيبي اي حاجه وتبقى منها حاجه وتحطها في الفريزر هتوفر معاكي كتير قوي. المهم بقى خلاص بقى خلصت الفطيره اهوت، انا عملتهم 2 وهخبزهم برضو في الصاج ده هما 2، وكمان عملت البيتزا وكان طعمها حلو جدا. وكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي، يا رب متنسونيش باللايك وشير ودعوة حلو من قلبكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وما يكونش رغاك كتير معاكم، وحشتوني. وما تنسونيش بقى في اللايك وشير يا بنات، واشوفكم على خير، مع السلامه.